أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الحواوشي الإسكندراني بطريقة سهلة جدا وبتتبيلة بسيطة هتخلي طعمه في منتهى الجمال. وهنحضره النهاردة على طريقتي الخاصة البسيطة. بس أقدر أقول ليكم إن بعد ما تشوفوا الفيديو ده مش هتشتروا حواوشي تاني من بره، وهتنسوا أي وصفة حواوشي جربتوها قبل كده. ولو جربتوا الوصفة دي هتعتمدوها ومش هتعملوا غيرها. ووصفتنا النهاردة للمبتدئين اللي خايفين يعملوا حواوشي وقلقانين من الموضوع ومستصعبينه. لا خالص، التقفيل النهاردة سهل جدا، تقفيل يعني العيش سهل جدا. والعجينة بتاعتنا مكوناتها بسيطة خالص، ما فيهاش اي مكونات فيها تكلفة ولا اي حاجة، زي ما هنشوف دلوقتي. ان شاء الله تشوفوا الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة وتقولوا لي في الكومنتات. يلا بينا نشوف مكونات الحواوشي ايه. الكمية اللي انا هعملها دي اكبر من المقادير اللي انا هقولها، تمام؟ بس انا هقول لكم المقادير اللي لكيلو دقيق. نعتبر ان ده كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح وعليه معلقة صغيرة من السكر، تمام. هنبتدي بعد كده نجهز الخميرة. عندنا هنا معلقة كبيرة من الخميرة، عليها معلقة كبيرة من السكر، وعليها نص كوباية مية دافية مش سخنة، دافية. وهنقلبهم حلو قوي، وهنحطهم على الدقيق اللي عليه رشة من الملح وعليه معلقة صغيرة من السكر، وهنقلبهم كده مع بعض شوية. وبعدين نبتدي نضيف مية دافية واحدة واحدة لحد ما العجينة تلم معانا. والمفروض ان كيلو الدقيق بياخد نص لتر من المية الدافية، بس احنا مش هنحط نص اللتر مرة واحدة، وهنحط المية الدافية واحدة واحدة، علشان كل دقيق بيختلف عن التاني. وهنفضل نعجن كده لحد ما العجينة توصل معانا للقوام اللي انتوا شايفينه دوت. قوام ناعم متماسك، بتلزق حاجة بسيطة خالص، يعني تعتبر ماسكة نفسها كده. اول ما نوصل للقوام ده يبقى تمام، احنا مش محتاجين نعجن اكتر من كده. عندنا عجان هنحطه في العجان، ما عندناش عجان يبقى هنعجن بايدينا كده لحد ما نخلص والقوام يوصل للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين هنغطيها في مكان دافي مظلم لمدة ساعة أو لحد ما يتضاعف حجمها، تمام. في الوقت بقى ده هنحضر الحشوة. عندنا هنا بصلاية كبيرة متقطعة شرايح كده، والبهارات عندنا ملح وشطة وفلفل اسود و3 فصوص من الثوم مفرومين، وبهارات حواوشي. بهارات حواوشي قد ايه؟ باكو. والملح حسب الرغبة، والفلفل الاسود والشطة طبعا على حسب ما انتوا عايزينه، حار ولا عادي. اتفقنا؟ وبعدين هننزل بطماطمتين وسط وفلفلين كوب وفلفلتين كوبي وسط، تمام. وهنضربهم ضربة بسيطة خالص، مش كتير يعني، مش هنخليهم زي المية، يا دوبك يتقطعوا كده بسيط. وبعدين هننزل باللحمة والصدوق، الكمية اللي عندنا، مش هنبقوا محكومين بكمية معينة. وهنضربهم برضو ضربتين تلاتة كده لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، تمام. اول ما نوصل للقوام ده هنقفل عليها كده ونسيبها في التلاجة لحد ما نيجي نشتغل فيها. ونشوف بقى العجينة بتاعتنا اللي اختمرت وبقى شكلها تحفة، لانها مظبوطة وجميلة ومش مكلفة خالص. هنبتدي بقى ناخدها على الرخامة عندنا ونقطعها كده، التقطيعة بقى اللي انتوا عايزينها، يعني على قد حجم الرغيف اللي انتوا عايزينه، تمام. وهو المفروض ان الكيلو من الدقيق بيعمل أربعة من الحواوشي الجامبو الكبير. انتوا بقى عايزين تقللوا في الكور بتاعتكم وتعملوا كمية اكبر، دي بقى براحتكم، تمام. هنبتدي نكور الكمية كلها، ناخد بقى اول كورة احنا ابتدينا بيها، اول كورة احنا عملناها، ونبتدي نفردها قدامنا كده. وبعدين ناخد اللحمة نفرشها في النص كده بالظبط، مش هنفردها على كامل العجينة، هنحطها كده في النص. ونحط عليها جبنه موزاريلا لو عندنا، ما عندناش يبقى كفايه ايه، اللحمه والصدوق اللي احنا عاملينهم. وهنبتدي نلمهم زي السره كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ونقفل حلو قوي على على اللحمه عشان ما تطلعش من العجينه، ونسيبها تستريح لحد ما نخلص الكميه كلها. هنعمل كميه بسيطه مثلا 2 من الحواوشي ولا حاجه، يبقى هنسيبها تستريح 10 دقايق. هنا انا بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي اخدها في الصينية اللي انا هخبز فيها على طول، ابتدي ابططها كده، افتح العيش يعني، وتكون الصينية مدهونة زيت. اوصل بقى للفردة اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين اخرمها بالشوكة، وببيضة بقى او بزبدة كده هدهن وشها، واحط عليها سمسم، واحط عليها شوية من حبة البركة، وبس كده.
العيش الحواوشي بتاعنا كده يعتبر خلص، هنبتدي بقى نخلّص الكمية كلّها والوقت دوّة هيكون زاد تخميره شوية، يعني من 10 دقايق لربع ساعة، وبعدين أخبزه على فرن عالي شوية اللي هي درجة حرارة 200 ونراقبه كويس أوي، لإن هو برضه مش بياخد وقت في الفرن، يعني يا دوبك من 10 دقايق ل11 دقيقة بتكون اللحمة استوت، خلاص مش محتاجين أكتر من كده، ونراقبه برضه لإن الأفران بتختلف عن كل فرن بيختلف عن التاني. هنشغّل عليه النار من تحت، أول ما ياخد لون نبتدي نشغّل الشواية عشان نتأكد إن اللحمة استوت، لو ولّعنا النار من تحت ومن فوق العيش نفسه العجينة نفسها هتستوي والحشوة هتكون لسه شوية. فإحنا نشغّل عليها من تحت وأول ما تاخد لون نشغّل الشواية، اتفقنا؟ وهو مش بياخد وقت، بس كده، ويبقى عندنا أحلى حواوشي ممكن تدوقيه في حياتِك، ريحته روعة وطعمه في منتهى الجمال، حاجة كده ما تتوصفش من جمالها، وحاجة بسيطة عشان لو أول مرّة زي ما قُلت لِك تعملي حواوشي ما تتضايقيش من تقفيله وتخافي لا يفتح منِّك وأنتِ بتسويه والكلام من ده، الطريقة دي بسيطة خالص، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ومع ألف سلامة.